يا سيدي، هذه النصائح إلى برنامج نور حياتك. من الطريف في اللغة العربية يقولون من صام صام. ماذا تعني كلمة صام؟ بمعنى هدأ. من صام صام بمعنى هدأ. من صلى صلى بمعنى استقام. من آمن آمن بمعنى اطمأن. من أسلم أسلم بمعنى نجا. فننصح الأخوة أنه من صام صام، من صلى صلى، من آمن آمن. ونعطيهم بعض هذه الأدعية، كون العشر الأواخر في رمضان أدعية من القرآن، والله يعطي مباشرة النتيجة. الدعاء الأول حينما يقول الإنسان بسورة غافر الآية 44: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا الدعاء فورا يقي الإنسان سيئات ومكر الآخرين. تتابع الآية: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الفاء استئنافية. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. أما لإزالة السوء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. للغم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الموضوع الطريف الأخير هي نختم به. إذا الشاب يرغب بالزواج وما كان متزوج فليدعو هذا الدعاء الطريف. حينما موسى عليه السلام قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فورا جاءت العروس. يعني الدعاء أن ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هذا بعد يمشي مع الأخ وسيم، ممكن يعني يدعو هذا الدعاء ويتزوج زوجتين ثلاث أربع إن شاء الله. إذا مشاهدينا، كان معنا في هذه الحلقة الدكتور علي الكيالي، وتحاورنا معه حول طريقنا إلى الآخرة. عزيزي وعزيزتي، الحياة لحظات، دعونا نعيشها في سعادة وإخاء ومودة، فلنبقى مبتسمين ومتفائلين ونجعل حياتنا شعلة من نور. إلى اللقاء. شكرا.